مع ضربة البداية لافتتاح الدوري الإنجليزي، ليفربول يخطف فوز كبير وغالي جدا في الجولة الأولى بعد ما كسب فريق بورنموث 4-2 في ماتش كان مليان إثارة وأهداف. بس كمان حصل حاجة مش حلوة خالص من جماهير ليفربول لنجم الغالي لفريق بورنموث بعد ما جاب جونين. تعالوا نشوف اللي حصل ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة صوت الملعب. قبل ما نعرف باللي حصل من جماهير ليفربول، تعالوا نشوف بس أحداث الشوط الأول وإيه اللي تم في المباراة. كان استعراض لقوة ليفربول الهجومية القوية، عملوا جمل تكتيكية جميلة جدا وبالفعل جابوا الهدف الأول وضاعفوا النتيجة بهدف تاني، خلوا الجمهور كله بقى يهتف بأعلى صوت والخصم حاول يرجع للمباراة، لكن دفاع ليفربول كان بيتصدر أي هجمة كانت بتتقطع بسرعة. أما في أحداث الشوط الثاني، إرني سلوت مدرب ليفربول بدأ يركز في التحكم على الريتم في المباراة عن طريق إن هو يمرر الكرة كتير بين اللعيبة وما يستهلكش طاقة الفريق، لكن في نفس الوقت فضل يسيطر على الهجمات المرتدة، كانت سلاح قاتل في ليفربول. وبالفعل قدر ليفربول يضيف الهدف الثالث والرابع للنجم الكبير الأسطورة محمد صلاح في الدقيقة 94. أما بالنسبة للهتاف السيء لجماهير ليفربول، كانت ضد لاعب الفريق بورنموث بطريقة عدائية وعنصرية، خصوصا بعد ما جاب هدفين. الناس اللي هي بتتكلم على التحضر والكلام الكبير وصدعتنا ايام كتيره وسنين كتيره ان الغرب حاجه تانية وثالثه، الكلام ده كله في الهوا يا جماعه. التحضر دي سمه بتتولد مع الانسان، سواء دوله فقيره دوله غنيه، هو ده اللي بيحصل. بدليل ان ماتش ليفربول اللي انتهى 4-2 كان في حاجه بايخه قوي حصلت، حتى إرني سلوت مدرب ليفربول علق عليها، ان اللاعب الغاني مدرب الفريق الخصم اتشتم شتيمه كبيره جدا اسمه انطوان، هو عشان مجرد ان هو اسمر او زي ما بنقول اسود. كان فريق ليفربول وجماهيره بهدلوا اللاعب، وده ما ينفعش خالص. ايا كان اللي بيحصل احنا ما بنرفض دوت، ايا كان احنا بنحب ليفربول ما بنحبوش، احنا بنرفض العنصريه بكل اشكالها خالص. عشان بعض الناس بس بتقول لك يا جماعه ده مش التحضر، ما فيش دوله بتعمل، لا 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 لا، بتقول لا، التحضر ملوش علاقه خالص بغنى الشعوب، دي حاجة بتتولد الأخلاق العالية مع الناس وبيكتسبوها. ليفربول كسب في مباراة كبيرة جدا 4-2، والنجم الكبير محمد صلاح عمل ماتش كبير في المباراة في الجولة الأولى في الدوري الإنجليزي. احنا بنتمنى طبعا التوفيق لليفربول، خصوصا عشان النجم المصري محمد صلاح، لكن احنا بنرفض العنصرية بكل أشكالها في أي مكان وفي أي زمان، لكن مش عايزين الناس تتحمس قوي ودايما تشيد بالغرب في كل حاجة. مين قال كده؟ الغرب فيه حاجات كارثية جدا. لا شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.